خلال الأيام الماضية تعرض كل من الفنانة نشوى مصطفى والفنانة بدرية طلبة لفاجعة الموت في وفاة أزواجهم. ورغم تأثرهم الشديد بالوفاة إلا أن الجمهور تفاجأ بظهورهم على الشاشات قبل انتهاء شهور العدة، وده سبب ليهم انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. نشوى مصطفى ظهرت في برنامج بنت البلد بعد وفاة زوجها على طول وبكت على الهوا، وقالت إن الالتزامات بتجبرنا نشتغل وإنها مش عارفة تعيش من بعده. ورغم رثائها لزوجها إلا إن الانتقادات طالتها علشان تدافع عنها الإعلامية مروة صبري، وتأكد إن ظهورها في البرنامج لم يكن سوى التزام مهني وتحقيق تعاقدها ولا بد من احترام مشاعرها كإنسانة. أما بدرية طلبة الموضوع عندها مختلف، فالهجوم بدأ عليها بعد نشر فيديو على انستجرام ليها وهي بتحط مكياج وبتضحك خلال تصويرها أحد أعمالها الفنية المقرر عرضها قريباً. وبعد الهجوم الكبير عليها خرجت بدرية عن صمتها، وكتبت بدرية في منشور عبر حسابها الرسمي بفيسبوك: وجيز الفرح ما صدقوا انزل فيديو على الانستجرام اللي هو جزء من شغلي، وهاتك يا هاري الحداد والعدة. وتابعت بدرية: طب يا ترى الست الموظفة لما جوزها يموت هتلتزم بالعدة والحداد وتسيب شغلها؟ طب لو هي عندها الاوبشن ده احنا لا، فريحونا بقى من تدخلاتكم البايخة وسيبونا في حالنا. لكن التعليقات على منشور بدرية اتقسمت بين مؤيد ومعارض، ودخلت بدرية في نقاش حاد مع جمهورها انتهى بقفلها للتعليقات.